السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الآخر. مصر في مواجهة إرهاب ممتد الجذور في الداخل متصل عضويا بالخارج، في مواجهة شرسة هي معركة بمعنى الكلمة، أمام وضع اقتصادي حرج، أمام إقليم مضطرب. بالتأكيد الوضع العام يعني صعب، لكن كل نصر يمكن أن نحققه له ثمن علينا أن ندفعه. على مدى ما يقرب من ساعة مع ضيفينا الكريمين لواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. أهلا بيك. أهلا فيك. الأستاذ دكتور كمال حبيب، الأكاديمي والمتخصص في شؤون الجامعات الإسلامية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. احنا هنبتدي بسؤال نستهل به يعني الحلقة، أوجهه لسيادة اللواء عن استراتيجيا، يعني كيف نواجه هذه الحرب الشرسة مع الإرهاب بمعناه العام والشامل يعني. بداية طبعا عشان احط استراتيجية لازم اعرف هو الارهاب ده كان اصلي عندي ولا وارد، واسبابه ايه بالنسبة لي، يعني اسباب ورده ايه لو كان اسبابه عندي او اسبابه وارد. فانا بنقول ان الارهاب اصلا جاي وارد عندنا. وارد ليه؟ لان في مشروع موجود في الشرق الاوسط الجديد بيدار بواسطة الدولة الكبرى. هذه الدولة بتدير الأزمة في منطقة الشرق الأوسط بإقامة عدة أزمات، كل أزمة تعمل لها أزمتين ثلاثة عشان تبدأ تشتغل فيهم الكلام ده. المشروع ده أصلا هو هدفه تقسيم الدول العربية إلى إمارات إسلامية، سواء متشددة متطرفة أيا كان، لكن يبقى الشعار بتاعها شعار ديني، حتى يمكن إعلان الدولة اليهودية كدولة دينية يهودية خالصة خالصة على الأرض اللي هم بيعتقدوا فيها أنها أرضهم، اللي هي حاطينها في خريطة الملك داود، وممكن نجيبها على الخريطة موجودة. الأرض دي هم حاطينها من زمان، والرسم ده حاطينه من زمان، من بواسطة عزرا النبي أو العزير أيا كان الاسم يعني ماشي، واتحطت في أسفار العهد القديم، وبقى هو ده المنهج بتاعهم اللي بيوصلوا ليه. واعتقد ان المرحله اللي احنا بنمر فيها دي هي رابع مرحله في اقامه الدوله اليهوديه، اما اسرائيل دي المرحله الثالثه عندهم. والمراحل دي اللي احنا مقسمها دي كان مقترح يعني او استنتاج من الدراسات مشابهه تماما لما قام به النبي موسى عليه السلام لما اخذ الامر من الرب، كما يقولون هم ايضا، ده كما يقولون هم في اسفارهم، انه يجيش الشعب للعودة إلى أرض كنعان من مصر. أرض كنعان هي فلسطين حاليا يعني. فحط تخطيط له، والتخطيط بتاعه واضح في الأسفار، يعني إنه دخل أرض كنعان على 4 مراحل. مرحلة استكشاف والاتصال بالأرض والتجسس، بيسمى التجسس استكشاف الأرض، ثم مرحلة الاغتصاب الأرض، ثم مرحلة التوسع، ثم مرحلة إقامة الدولة النهائية بتاعته. هذه تمت على مراحل، بنهايتها كان سيدنا داود لما أقام الدولة بتاعته، ثم سيدنا سليمان كملها. وبقت الخريطة اسمها خريطة مملكة داود، مش خريطة داود، خريطة مملكة داود اللي هم بيقولوا انها أقيمت في هذا الموضوع. طيب هي اللي احنا شايفينها دي الخريطة دي تمام. وبالتفصيل كده نقول ايه، ان الارض الجزء الاخضر اللي جوه الخريطة، الجزء الاخضر ده اللي عمله الملك شاول اللي هو طالوت عندنا في القرآن. دي الأرض اللي حررها من الأراضي من السكان الأصليين. الأول يا دكتور، هو مصدر الخريطة دي مين؟ يعني لا، ده الكتاب المقدس مكتوب. ده من عندهم يعني؟ من عندهم. بس عشان بس لا، وهقول لك هم معترفين بيها ازاي. لا، ده هات الخريطة اللي بعدها. هتيجي دلوقتي، احنا هنتكلم يعني. المهم الجزء الثاني اللي هو اللون البنفسجي ده، الأراضي اللي حررها أو استولى عليها الملك داود، لانهم عندهم ملك مش نبي، احنا عندنا نبي، هو عندهم ملك. ثم الجزء اللي فوق خالص الاصفر لغايه نهر الفرات ده الجزء اللي عمله سيدنا سليمان. وبالتالي بيعتبر دي خريطه الملك داود او المملكه الداوديه اللي هم بيقولوا عليها دلوقتي
على الموقع رقم 2 لوزاره الخارجيه الاسرائيليه كاتبين عليها اراضي اسرائيل المغتصبه المطلوب استردادها. يعني ده موجود في بتقول وزاره الايه؟ على موقع وزاره الخارجيه الاسرائيليه رقم 2. الخارجيه رقم 2 لو فتحته هتلاقيها موجوده تاريخ الدوله اليهوديه، وهتلاقي الخريطه موجوده ومكتوب عليها اراضي اسرائيل المغتصبه المطلوب استردادها. هدي التخطيط بتاعهم. هنا وكمل السيناريو بعد كده طبعا زي ما معروف من 1840 بالذات هم بدأوا يعني هم بدأوا من 1861 يكملوا المراحل بتاعتهم الى ان وصلنا للمرحله الرابعه. هي دي الخريطه يمكن حضرتك تقصدها الثانيه؟ لا اللي قبلها. اللي قبل دي. طيب فالمهم المرحله اللي احنا بقى عايشين فيها دي بقى بدأت في التخطيط فيها بعد السادات الله يرحمه، لما قال ان اخر الحروب بيننا وبين اسرائيل هي حرب اكتوبر. فمن هنا شيمون بيريز او المجلس الكونجرس الكنيست الاسرائيلي، وهنا الكنيست الاسرائيلي عايزين نقوله عشان مفهوم عندنا في الشعب عندنا ان مجلس الشعب ممكن ده البرلمان الاسرائيلي. البرلمان لا يعني البرلمان ايه ممكن في المفاوضات يحل مشكله وكده او يرجع في قرار او في كلام زي كده. هم عندهم الكنيست حلل فيه الرب، وبالتالي قراراته لا مرد لها فيها يعني. فبالتالي قال قدامهم وخد القرار ان على اسرائيل في خلال الفتره الجايه، وده في ايدي في اخر الثمانينات او في نص الثمانينات تقريبا، وقال ان اخر القرارات عندنا ان لابد من تفتيت الدول العربيه. ايوه شوف بقى الصفرة واللبني دي الجزء الخاص اللي هو بتاع مملكه داوود. فده الاعتراف بها ان هم ده الهدف بتاعهم. دي رسم كتب دينيه، لكن ده بقى الرسم السياسي اللي هم كاتبينه. وعايز بس في ملحوظه انك تبص كده على الخريطه بتاعت الملك داوود، هتلاقي في جزء اصفر قريب من البحر اللي هو على الشمال ده. ايوه دي بقى غزه، اللي هي اصلا غزه مش داخله فين في خريطه الملك داوود. وبالتالي احنا هنا شارون لمال هديهم غزه من طرف واحد، اداها لهم لانها مش عقائدي، خدوها انتوا وقعدوا فيها الفلسطينيين لانها مش ارضنا. دي جزئيه. اتفضل يا دكتور. فهنا نبدا بقى، فبدا بقى شيمون بيريز قال الثلاث حاجات اللي هو لابد من تفتيت العرب. الدول العربيه تتفتت الاقل جزء ممكن. تطوير الجيش الاسرائيلي يكون اعلى تكنولوجيا في العالم. الحرب بالغير بالوكاله يعني مش هتحارب الناس تحارب عنها. انا لما فتت هم يحاربوا بعضهم، احنا نحارب بعض بالوكاله، وبالتالي هو طيب هنرجع لحضرتك يا دكتور كمال. يعني من كلام سياده اللواء انه يعني يمكن اي حد بيشوفنا هيقول انه احنا يعني بالتفسير ده عرضه لمؤامرات تاريخيه قديمه يعني. لكن لو جينا نتكلم على ارض الواقع، الارهاب يعني ايضا ممتد الجذور في التربه المصريه او في المجتمع المصري من سنوات طويله. بدأ بتطرف، بعدين انتهى الى ما نحن فيه الان. فلو سألت حضرتك على ده، السؤال ده كان بيطرحه هنري كيسنجر نفسه في كتابه الاخير اللي هو النظام العالمي. بيقول: الذي يحيرني كيف تحول فكر حسن البنا من الدعوة الى نظام عالمي اسلامي جديد بديل عن النظام الليبرالي الذي يصفه البنا باللا اخلاقي، كيف تحول مع سيد قطب الى تكفير للمجتمع ثم تمرد عليه او انقلاب عليه ومحاوله يعني لتفجيره من الداخل. بس ده اللي بس حضرتك عنه بقى. شوف انا اقول لحضرتك طبعا في كل التفكير انساق او نماذج. النموذج اللي تفضل به سياده اللواء ده تفسير ديني للتاريخ. وهتلاقي التفسير الديني ده عند اليهود، وهتلاقي تفسير ديني برضه عند المسلمين، وهتلاقي تفسير ديني عند المسيحيين. فيه تيارات اصوليه انجيليه متاثره بهذا الكلام وبتاع. لكن بالنسبه لتخصصي انا كعلوم سياسيه وكعلوم اجتماعيه بنبص للظواهر الاجتماعيه باعتبارها نتاج اوضاع ده اللي بس حضرتك عنده اقتصاديه اجتماعيه كذا كل الكلام ده. فطبعا حضرتك انت عارف ان الخلافه الاسلاميه سقطت. فلما سقط الخلافه الاسلاميه سنه 24 هي اصلا الخلافه كانت قد ضعفت يمكن من نص القرن ال19. لا من انا بتكلم عن الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه كانت هي المظله اللي بتعب. يعني مصر كانت تبع الدوله العثمانيه لغايه سنه 21 بدات تبقى الدوله الوطنيه. فلما سقطت الخلافه الاسلاميه ده احدثت صدمه في العالم الاسلامي، باعتبار دي كانت المظله السياسيه اللي بتعبر عن العالم الاسلامي. فظهرت جماعه لما سقطت
تركت فراغ ضخم جدا. فانتفض كتير جدا، حتى انت ما تقرا حضرتك الادبيات اللي انتشرت في هذه الفتره، في فتره 24 وما قبلها، عملت صدمه ضخمه جدا. كتب طلعت ردت عليها، وحتى حصل خلاف بين المراكز الجديده التي تنتقل اليها، هل القاهره الملك فؤاد ساعتها او السعوديه كان ساعتها ايضا تريد ان تكون، وحصل صراع ضخم جدا وعملت هزه. طلع من كرد فعل ليها او اللي هي جماعات اسلاميه، كان منها جماعه الاخوان المسلمين. الاشكاليه في جماعه الاخوان المسلمين ان هي عملت سياق مختلف عن السياق الطبيعي للاجتماع الديني الاسلامي. ازاي؟ احنا عندنا طبقه فقهاء متخصصين يفهمون النص. بيفهموا النص على اساس ايه؟ بيفهموا النص على اساس مقصد الشارع. هو بيحاول بقدر الامكان ان يخرج ذاته من الموضوع ويعكف على النص ليصل الى ما يريده الله سبحانه وتعالى. وعشان كده الامام الشافعي عمل الرساله، كتاب الرساله بتاعه، علشان يبين، هي دي تعتبر ميثودولوجي، مناهج بحث لكيف يمكن ان نفهم النص. وطلع مثلا اتجاه ظاهري مش عايز يدخل هو في القصه خالص، فهو بقدر الامكان الفقيه بيحاول يتخلص من ذاته ويخلص الى النص علشان يشوف مقصد الشارع ايه. اول مره، وكان بقى ايه نظام طبقات، احنا عندنا طبقات الشافعيه، طبقات الاحناف، وكان الازهر بيدرس، كان بيجي يدرس مثلا الشاب اللي اتخرج بيقعد تحت رجل الشيخ ورجل الامام بتاعه لغايه ما ينزع منه فكره الايه، فكره التصور ان هو ملك العلم والغرور، يعطوا له تواضع علمي، ده انت ما تعرفش حاجه. ولذلك كان بيبقى الثمان مشايخ اللي هم كانوا كبار العلماء وقتها، ويمسكوا. وانت عارف طه حسين لما دخل في القصه دي وبهدلوه في موضوع مسائل دقيقه جدا، كره هذا الموضوع كله والكلام ده. فانا اقصد ان اقول كان فيه طريقه معينه لاستخراج العلم ولجلوس العالم علشان يفتي وعشان يقول. اول مره في تاريخ هذا الاجتماع يطلع شاب صغير، حسن منه اتخرج من دار العلوم سنه 1906، وكان سنه صغير جدا، سنه 21 سنه وقتها، وكان مدرس لغه عربيه ومدرس خط، وراح الاسماعيليه علشان يدرس هذا الكلام. اول مره هو يشعر ان هو فوق هذا النمط، وهو يعني كانه مبعوث برساله الهيه، واخد بال حضرتك، ويقدم لنا ما اطلق انا عليه بقى الاسلام الشعبي. يعني ايه بقى الاسلام الشعبي؟ الفقيه اللي انا بتكلم عليه والنمط ده ملوش دعوه بالناس، ده هو له دعوه بنص وبيحقق وظيفه، ياكل الناس تكون عايزه حاجه هو ملوش دعوه بها، هو يريد يعني يرى ما مقصد الشارع، مقصد الشارع، الشارع والمشارع. اول مره دخل فيها عنصر الناس، فاصبح هنا بقى الاسلام اللي يطلع فيه دعاه. وخد بالك دي بقى كان تاسيس لدعاه بقى اللي هم الدعاه الجدد والناس اللي طلعت في التلفزيون. الاسلام الشعبي. انا بشوف الناس عايزه ايه، والناس عايزه ايه دي تضغط عليا كداعيه علشان اقول لهم ما يريدون. دي قصه خطيره جدا، وطرحت بقى فكره اللي هو الاسلام الشعبي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان القضاه اللي هم الفقهاء كانوا عملوا حاجه اسمها التقسيم الوظيفي. يعني بمعنى ايه؟ ان هم قالوا ان احنا علشان نحافظ على الدين ملناش دعوه بقصه الايه، السياسه. فالسلاطين ابقوهم يشتغلوا هم في المساله العلميه دي وتركوا تراث ضخم جدا، وهم اشتغلوا في مساله الايه، السياسه. لكن اول مره ياتي تيار برضه يخلط بين الدين والسياسه بشكل قوي، واحيانا يوظف الدين من او يخلط الدين من السياسه والسياسه بالايه، بالدين. واول ناس عملوا الكلام ده لما نيجي نشوف في التاريخ الاسلام هم الخوارج. انت واخد بال حضرتك؟ والخوارج وبعدهم الشيعه. والشيعه بدات خلاف سياسي الاول ثم تحول الى خلاف ديني وعقدي. فالخوارج طلعوا قالوا ايه؟ اشتغلوا في قصه الحاكميه. يعني وصف الاخوان حتى من قبل البعض حاليا بانهم خوارج العصر الحديث، يعني تتفق معاهم يعني مع هذا التوصيف؟ هم خوارج معنى، خد بالك، خوارج هو طبعا الخوارج القدامى كانوا بيكفروا الامه، يعني كفروا علي، انت واخد بال حضرتك ازاي؟ وكفروا الايه؟ كفروا مخالفيه. يعني فقصه التكفير قصه الاخوان لا يكفرون، لكن هي فكره الخروج بمعنى ايه؟ الخروج زي ما الحديث قال، الخروج بمعنى اللي هي قطع مسار الاتصال لاستقرار الناس. يعني انت يعني وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال في فكره الخوارج مساله ان هم يخرجون على الناس
فيقتلون برهم وفاجرهم. فمسألة ان فيه تواصل في مجتمع معين وحالة استقرار فيه او رغبة للاستقرار فيه، انت تخرج لقطعها. لكن يا دكتور هذا ما تعتبرش يعني ثقافة الإقصاء الفظيعة اللي كانت عند الإخوان هي دي كمان؟ هي بقى دي نقطة مهمة. انا كنت يعني التسييس بقى جه في ايه كمان؟ جه في قصة خطيرة جدا، اللي هي قصة التنظيمات السرية. ازاي بقى التنظيمات السريه؟ يعني حضرتك الاخوان النهارده قال لك احنا عايزين نعمل دوله اسلام. هم اللي بداوا دعوه من سنه 28 ل 38 ما دخلوش سياسه، وكانت شغاله وعملت علاقات قويه مع الناس. من 38 بداوا في قصه السياسه. لما بداوا في قصه السياسه والتسييس، جت قضيه فلسطين قال لك نعمل تنظيم سري. التنظيم السري هو اصلا فكره اتعملت، التنظيم نفسه كتنظيم اتعملت مع الجيوش ضخمه جدا، واتعمل التنظيم وهو فكره عقلانيه. يعني ايه؟ بمعنى انت بتحط قواعدها ثم يستقل التنظيم عمن ايه؟ عمن وضعه. فحسن البنا حط التنظيم، تاخد بالك، وجاب شاب صغير واخد بالك اسمه السندي، كان شاب في كليه الاداب. السندي بدا ينفذ عمليات. يعني حتى انا قريت في مذكرات بعض الاخوان ان هم لما قتلوا الخازندار، فلما قتلوا الخازندار قعدوا اول مره يتكلموا، فقال له، فهو السندي الشاب ده فهم من كلام حسن البنا كلاما معناه ان الخازندار حكم على الاخوان باحكام قاسيه، ففهم من كلامه انه يريد قتله، فراح قتل. فحصل النقاش ان حسن البنا لم يقل له اقتله، وهو فهم منه انه ايه؟ يعني القتل. هنا فكره التنظيم السري، والتنظيم السري يستقل بذاته ويبدا ينفذ عمليات ومنطقه، هو ده اخطر شيء. يعني خد بال حضرتك، هنا بدا فكره التنظيم. ليه التنظيم؟ التنظيم السري قال لك انا عايز دوله اسلاميه، عشان هو على فكره في حاجه برضه اسمها الفقه الحركي، وهذا فقه موازي للفقه الطبيعي لفقه العبادات وفقه الفقهاء اللي احنا بنتكلم عليه. يعني مثلا حاجه تقول لك ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. القاعده دي قاعده صحيحه وضعها الاصوليون، ان يعني مثلا عشان اصلي ده واجب، وهذا الواجب لا يتم الا بواجب اخر اللي هو ان اكون متطهرا ومتوضئا. فده صح. هو هنا خده، قال له انا دلوقتي هنا ايه؟ خد نفس القاعده وبدا يطبق. اذا كان الواجب قتل لا يستقيم الامر بقتل فلان مثلا، فيجب قتله. ايوه وهكذا. فانا عايز اقول اخلص الى هنا ان هنا فكره مراجعه فكره التنظيم السري. التنظيم اللي هو يقول لك انا عايز دوله اسلاميه الاول. طب الدوله الاسلاميه لن تقوم الا بتنظيم، اعمل تنظيم. طب التنظيم ده هتعرفوا الدوله اللي انا عايش فيها، يبقى انا اعمله تنظيم سري وابدا اجند الناس على هذه القصه. نخلص من كده الى ايه بقى؟ الى ان في المجتمعات اللي اغلبيتها مسلمه، مجتمعات مسلمه، انت بتعمل فيها تنظيم على اسلامي، يبقى معناها انت تؤسس، والمعنى دي بقى الخوارجيه هنا، انت تؤسس لمواجهه يعني مؤجله مع دولتك ومجتمعك في المستقبل. طيب. ويمكن ده يدخل بس كلمه دقيقه واحده في قصه سيد قطب، ازاي اتطور سيد قطب من فكر حسن البنا لسيد قطب، لان هو كان في كامن، يعني كان في كامن هذه المساله، هذه المساله. يعني لما حصلت الازمه مع الدوله المصريه في الستينات، وجي سيد قطب وحط كتابه معالم في الطريق، ان لازم علشان ازيل الجاهليه من على وجه الارض لازم يبقى في طليعه مؤمنه. هذه الطليعه المؤمنه لها طريقه معينه ولها تنظيم. هذه هي الفكره. طيب انا هرجع لحضرتك. هنكمل يعني سياده اللواء، بردك هنستفيد بقى من يعني رؤيتك الاستراتيجيه بحكم تخصصك ودراساتك يعني مختلفه. احنا دلوقتي في حاجه الى انه المجتمع المصري ده يعني الناس تفهم بهدوء انه المواجهه اللي بتواجهها مصر ارهاب ما هياش مواجهه عاديه، مش معركه عاديه. يعني ربما تكون حتى المواجهات العسكريه مع اسرائيل كانت اهون، يعني لانها دلوقتي هي مساله زي ما بيقولوا معركه وجود يعني فحضرتك لما نحب نوصل الفكره دي للناس، حضرتك استخدمت مصطلح يمكن اللي هو حروب الدم او حدود الدم. انه صحيح ممكن تكون مصر بعيده يعني الى حد كبير عن الجزئيه دي، لكن ايه نقول يعني الخطر الفظيع جدا اللي مصر نجت منه يوم 3 يوليو؟ ما هو لما نكمل الحته بتاعت انه يعمل التفتيت ويحارب بيه الغير، يحارب عنه. ما هو مين هيحارب عنه الغير؟ لازم يعمل الضغائن.
فالتنظيمات الارهابيه لما تتركب هنا، يبقى هي دي اللي هتعمل القلاقل وهتعمل الحروب في المنطقه. طيب هو هدفه كله في المنطقه اللي فوق، اللي هي بتاعت الشام والعراق، او سوريا والعراق بالاسماء القديمه، والاردن والسعوديه. طب مصر في التوقيت ده ايه اللي دخلها في الموضوع؟ مصر تاريخيا هي المنقذ دائما للشام في جميع الحروب اللي هي حائط الصد يمكن الاخير يعني، وبالتالي هي تقع كده. ضيف على كده ان مصر قوة الدولة الشاملة بتاعتها ضد قوة الدولة الشاملة بتاعت اسرائيل ما تكتملش الا بسوريا. ده توازن قوى العالمي اللي فرض علينا الموضوع ده. وبالتالي لو فصل سوريا عني انا هضعف، يزيد ضعفي ببعض المشاكل، لان هو مثلا ما جاش مثلا حل الجيش عندي زي ما عمل في العراق او عمل زي كده، او زي ما بيعمل في سوريا. عارف ان مصر حته واحده ما تتفتتش، دوره حضاريه ما تتفتتش، يعلم ذلك. لكن هو اضعافها بحيث انها ما تقدرش تقوم تساعد حد. هل مثلا انت كنت تعتقد ان كان ممكن يحصل الكلام ده في سوريا ومصر واقفه على رجليها؟ لا، يبقى لازم يكون مصر ايه؟ تاخد الكلام. وبالتالي المخطط العام انا بتكلم بقى ايه؟ ان الشعب لازم يعرف مكانه من المشكله دي فين. كل فرد فينا يبقى عارف مشكلته فين، علشان لما نيجي نقول احنا بنقاوم هو عارف دوره في المقاومه هيبقى ازاي. لان هو ممكن ينتج عمل انا ما اطلبوش منه، او انا ما اقدرش اطلبه منه، هو بينفذه لوحده، زي حمايته لذاته، زي حمايته لفكره. لازم بس يعرف الاول انا واقف فين من المشكله دي، هل المؤامره دي انا فيها ولا مش فيها، وفين حته فيها، ومن هنا بنتكلم ايه فيها. فبالتالي لما حصل الموضوع بدايه تنفيذ شرق اوسط الجديد من سنه 2003 بالترتيبات اللي اتعملت فيها دي، ثم بالربيع العربي اللي عمل الهياج في المنطقه العربيه دي كلها بالكامل، وعمل سيوله في كل نظم الحكم في الدول العربيه، كان من ضمنها الحراك اللي حصل في مصر. وانا اعتبر الحراك اللي حصل في مصر اساسه الناتج منه ان هو انهاء كل القوانين اللي كانت منظمه اللي عمل في مصر. فانت تبص الجامعه تلاقيها باظت، القوانين بتاعتها باظت، بنحاول نصلحها، بنحاول نعملها، لكن باظت. لا ده بالانتخاب، لا ده حر، لا ده بالتعيين. دخلني في متاهه في الجامعه ملهاش حل دلوقتي، ده عندنا بنحاول نحل فيها. نيجي في البرلمان، لا البرلمان ده يطلع اسلامي، لا نحله، لا ما نحلوش. اللي احنا ايه الحراك اللي احنا عايشين فيه ده كله، ده هو سبب الفوضى اللي انتجت في مصر. وعاوز مصر تفضل كده. طب انا كمواطن شكل ايه لما حصل وشاف التيار الاسلامي اللي مسك ولقى مردوده مش زي ما هو قاعد يشحنه بيه في الاول؟ يعني مثلا كنت مثلا اقول لاختي هتنتخب مين في انتخابات مجلس الشعب اللي هي البرلمان الاولاني؟ قالت لي والله الشيخ قال لنا تنتخبوا واحد من اللي عايز بينادي بالشريعه، لان انت مطالبه انك انت تنفذي الشريعه. هتقابلي ربنا ازاي لما يقابلك وانت ما نفذتيش الشريعه؟ فعشان انت مش قادره تلبسيها في قفا واحد من بتوع مطالبه الشريعه، شوف الكلام. فتنتخبوا فلان لان ده فلان عايز يقيم الشريعه، وبالتالي الشعب كله انتخب اللي عايز يقيم الشريعه، رغم ان الشريعه موجوده، لكن هو بيقول لك ايه ده الشريعه مش موجوده. فالمهم يعني حتى في مره واحد بكلمه بقول له يعني هو انت ابن حرام؟ قال لا ابن حلال. انت بتشتمني؟ قلت له لا ما بشتمكش، بسالك سؤال. قال لي لا ابن حلال. قلت له يعني ايه انت حلال؟ عشان ابوك اتجوز امك على شريعه. الله. وابوك موظف في الحكومه بياخد مرتب من الحكومه على شريعه. الله. وانت اتربيت وتعلمت على الشريعه. الله. طب فين الشريعه اللي ضايعه؟ فسكت. طبعا راح سال واحد من السلفيين جاب لي الرد الثانيه بقى طبعا يعني لكن ايه المهم مش ايه، المهم احنا بنخش في صلب الحقيقه شكلها ايه. فالمهم هنا الناس لقت ان المردود بتاع السنه بتاعه الاخوان مش شكلها مش عادي يعني. واخبارها زفت وطين. افرج عن ناس محكوم عليها بالاعدام، افرج عن ناس لسه ما اتحاكمتش، هات مجاهدين وديهم في سينا، ودي مقاتلين لسوريا. الله. هو انت ضد ده سوريا؟ انت بينك وبينها اتفاق دفاع مشترك يا عم. انت بتقطع الدنيا، اقطع العلاقات مع سوريا ولبيك يا سوريا. الناس حست بقلق لما حصلت بقى 30 يونيو تجمع الجيش مع الشعب والكلام ده، وحصل 30 يونيو بدأ الغرب يحس ان المشكله هتجيله. ده الدوله اللي انا كنت بقول عليها تفضل ضعيفه هتقدر تقف. ما هو مشكله الغرب
لانه عنده ديمقراطيه عاليه فبيحس بيها ان الشعب لما يقف مع القياده بتاعته دي اقوى قوه موجوده. او ده الشيء المزعج ليهم يعني. ما هو دي اصل دي اقوى قوه موجوده، لانك انت هتتقدم لقدام مش هترجع لورا. فبالتالي حتى لو كان في بعض المشاكل الاجتماعيه والكلام ده اقتصاديه، لكن انت هتتقدم لقدام. فبالتالي ده الازعاج الاكبر بقى. فبدا شكل الصراع بين الدوله الاقليميه اللي بتنمو او تستعيد مكانتها مع الدوله العظمى اللي بتدير موضوع الشرق الاوسط الجديد. فهيبدا يحاسبك. فبدا يحاسبك بايه؟ يبعت لك دفعات الارهاب بقى، اللي هو لما احنا نقول ايه، لاحظ ان ليبيا مش هتاثر على التقسيمات قوي، لكن هي كانت مخزن السلاح القديم بتاع معمر القذافي. السلاح ده يجي بقى في فتره حكم مرسي، يعدي من مصر على سينا وينزل من سينا للانفاق يروح غزه وتشون في غزه واسرائيل تعلم ذلك، علشان يرجع لك في التوقيت المناسب لسيره تاني حسب مستوى العمليه المطلوب، حسب الاحتياج. عشان العمليه اللي تمت دي نشوف من قراءه رئيس الجمهوريه. اول مره رئيس الجمهوريه يطلع يقول ان هذا الموضوع خارجي ونعلم من. فبيقول للي عملها انا شايف، ورد عليه وقال له وانا ايد واحده ومش هيحصل فرقه وحد يخش بيننا. ليه؟ لان المستوى اللي اتعمل بيه العمليه بيقول له انا ضاغط عليك. الضغط ده جاي نتيجه ايه؟ ان النجاح بتاع زياره الامم المتحده وجاب لك شرعيه ومشروع قناه السويس مثلا، مشروع قناه السويس. لا مشروع قناه السويس ده من اعظم القرارات السياسيه. ليه؟ لانه لما خاطب فيه الشركات المتعدده الجنسيه اللي هي بتصنع سياسات الدول الكبرى. قال له انا هضاعف حركه النقل، هضاعف حركه التجاره، هضاعف حركه رؤوس الاموال، هضاعف ارباحك انت كشركات عابره. شركات خارج سيطره فالشركات ضغطت على الدول ما تنطقش. انت شفت حد اعترض على المشروع؟ لا. طب هات انت المشروع بتاع عبد الناصر بتاع السد العالي، لما اعترضوا عليه وهو استمر فيه عملوا في ايه؟ عملوا 56. اذا لما الدول لما تحب تعمل حاجه كبرى ما دمت ما فيش مخاطبه سياسيه عاليه. هو ده اللي يمكن هنسال حضرتك عنه بعد. فمن هنا بدا يدير معاك الازمات الموجوده بالارهاب دلوقتي. هنرجع يمكن لهامش المناوره في الدبلوماسيه المصريه في الفتره اللي جايه. دكتور كمال، النهارده الدكتور في جريده الوطن احد الكتاب يعني ناسي الاسم، المهم بيتساءل سؤال مهم جدا، بيقول انه العمليه الارهاب اللي في سينا ده والقلق اللي في سينا حتى لو انتهى بعد فتره بسيطه جدا، لكن في فصل تاني من الارهاب هيحصل في الداخل في قلب القاهره. وقال من حق اي واحد يتساءل، الالاف اللي كانوا بيمشوا ورا حازم بواسماعيل وهو رايح يرشح نفسه في مصر الجديده، والالاف الحازمون اللي كانوا بيحسوا من الانتاج الاعلامي، والسلفيين اللي كانوا متعاطفين مثلا مع الاخوان في رابعه، اين هم الان؟ قال هم خلايا نائمه، مش نائمه بمعنى النوم، لكن خلايا بعيده عن الضوء، لكن وقت ان يعني توجه لها الاوامر هتلعب الدور القادم في تفجير الوضع داخل المدن المصريه. هو طبعا في سلفيه اسمها السلفيه، انا سميتها السلفيه السائله، يعني السلفيه الغير منظمه، وحتى اللي ما عندهاش مشروع. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو شاب سلفي او مجموعات سلفيه، ودي كانت موجوده يعني حتى في التحرير وغيره، في الجيزه وهنا وهنا. هو شاب سلفي، ولكن هذا الشاب السلفي مش موجود في تنظيم، لان اصلا التيارات السلفيه في الغالب لا تؤمن بتنظيم زي الاخوان المسلمين. طب الالاف اللي فعلا يعني هاجموا صحف مثلا ومارسوا عنف، يعني هو شوف هو لحضرتك دول فين دلوقتي؟ ما هو بعض هؤلاء هو طبعا الحاله الاسلاميه بعد 3 يوليو اتغير شكلها. يعني مثلا الاخوان المسلمين انفتحت على عنف، اتكشف ان كان او بدا في تنظيم اللي هو التنظيم القطبي اللي كان اللي الحرم الجماعه داخل الجنة. احنا بنتكلم على تجربه تونس واسمه والغنوشي وكذا. الحرم الجماعه من صوت مختلف جواه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان بقى هو الصوت القطبي اللي موجود اللي خد مفاهيم سيد قطب وعبأ أسر الجماعة ومجموعاتها بالشكل اللي احنا انتهى إلى رابعة والمواجهة اللي تمت هناك. يعني كأنك بتنفخ حاجة كده وبتعبئها للجهاد وبتعبئها للمواجهة، وتعبئ للمواجهة. المفروض انت بتقول جهاد في سبيل الله، يعني بتعبئ للمواجهة مع عدو وليس في الداخل.
ففي لحظه الازمه اما انت جيت تشوف، انا بسمي ده فائض الطاقه. فائض الطاقه ده هيطلع فين؟ بيطلع في اي حته بقى. فطلع بالشكل اللي هو موجود في مواجهه الدوله المصريه. يعني خد بال حضرتك. وطبعا المواجهات بتاع الاخوان مع الدوله المصريه من قبل، سواء ايام حسن البنا لما حصل موضوع قتل النقراشي، احمد عبد المجيد طالب طب البيطر اللي انتظروا في بهو الوزاره وقتله. هنا لما حصل كده قتل حسن البنا بعدها سنه 49. وظلت الجماعه 3 سنوات في ازمه ضخمه جدا بلا قياده وبلا وانقسام هائل جواه. منهم مثلا اسماء معروفه زي الشيخ محمد الغزالي، وكان كادر في الجماعه، والشيخ سيد سابق اللي كان مفتي الجماعه وتركها. وله كتاب على فكره مهم جدا اللي اسمه الشيخ الغزالي، وانا بنبه لضروره قراءته، اسمه معالم كفاحنا الاسلامي الحديث. يعتبر كانه هو بيقول تجربته. قال كفاحنا، ما قالش جهادنا. كفاحنا. ولا وكان راجل ذكي جدا. لا وقال جوه الكلام، يعني انا بعتقد ان لو الكتاب ده على فكره سحب ولم ينبه ليه، لان هو يعتبر احد كتب المراجعات المبكره داخل الاخوان، ومحدش خد باله منه خالص. فمهم قال خبرته مع جماعه الاخوان وازاي حصل وكذا. فما جت قصه سيد قطب وفكره معالم الطريق وفكره بقى انتقال جديد بقى لوصف الدوله المصريه بانها جاهليه وبناء مجتمع موازي للدوله. لذلك انا كاتب مقالين في مساله الحركات المفاصله. يعني ايه الحركات؟ زي هتلاقيها عندك في كل حته، يعني مثلا الحوثيين ما هم دول حركات مفاصله. انت واخد بالك حضرتك؟ فكل الحركات المفاصله دي، الحركات المفاصله يعني ايه؟ يعني عايزه تبني عالم موازي لمجتمعها. فيقول لك مثلا مش عايز اتعلم التعليم ده، انا مش عايز يطبق عليا القانون ده، انا مش عايز، يعني يخلق عالم موازي لعالمه. ده علامه خطر. وللاسف احنا هنا بالنسبه للدوله المصريه تعاملت مع الظاهره. يعني في فتره من الفترات الدوله تعاملت مع الظاهره الاسلاميه علشان توازن مساله الشيوعيين في ايام السادات. انت واخد بال حضرتك ازاي؟ ونظام مبارك طول الوقت كان بيتعامل برضه مع جماعه الاخوان المسلمين باعتبارها هو صح محظوره لكنها موجوده، يعني وكان لها 88 نائب في البرلمان وكذا. نوع من الاحتواء يعني. ما هو نعم من الاحتواء. انا اقصد ان اقول هنا الظاهره السلفيه برضه ظهرت، وهي جزء على فكره برضه من سياق اقليمي. يعني السلفيه حاجه مختلفه عن الاخوان، جايه من السعوديه بشكل اساسي، اللي هي التعبير اللي احنا شايفينه، اللي هو التعبير اللي بيركز على التدين الشكلي وكل هذا الكلام. وطبعا حازم ابو اسماعيل كان فاهم كويس زي ايه عقل الشباب، فكان بيلمس مع بعض القضايا المعينه اللي هي تستثيره وكذا، لكن وقت الجد كان فانا اقصد ان اقول مش عايزين نضخم من حجم الظاهره السلفيه اللي هي ذات الطابع السائل دي. انت واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني حضرتك بتشوف انها لا تشكل خطر، يعني لا فظيع يعني مثلا دلوقتي؟ الخطر، شوف انا تصوري للارهاب في مصر انا اللي هو ايه، انا بسميه الارهاب العنف الاستراتيجي. دي بتمثله جماعه انصار بيت المقدس. هذه هي التحدي الكبير للدوله المصريه. اذا هذا التحدي استطاعت الدوله المصريه ان تنتصر فيه، فهيبقى العنف الاخر او ما هو عنف مناطقي. مثلا في حاجه اسمها الذئاب المتفرده، شباب صغيرين كده في منطقه امبابه ولا في منطقه بولاق، ولا قرر هو لوحده كده، ممكن يكون واحد صاحبه ويروح يعمل اي عمليه صغيره. ده طبيعي هيعمل عمليه ومش هيعمل تاني، يعني هي مره واحده وهيبقى خايف لحد يمسكه لكذا، يعني بهذا المعنى. في اللي هم الشباب بتوع اجناد مصر دول، انت واخد بالك اجناد مصر في الاحتمال يعني طبعا ان ممكن تكون فيهم عناصر من ابو اسماعيل، وهم على فكره عندهم يعني، وممكن يكون فيهم عناصر من الاخوان، من شباب الاخوان اللي شايف ان الحل السلمي او الحل السلمي اللي بيطرحه جماعه الاخوان كل شويه ليس حلا مقبولا. فبيبدا يعمل التكوينات دي بتمارس عنف محسوب. انت يعني بيستهدف بشكل اساسي مثلا الشرطه او كذا، لكن ليس عنفا واسعا. انت واخد بالك؟ يعني هو عنف مثلا عايز يبلغ اهداف سياسيه. فانا اقصد ان اقول ان احيانا مثلا لما بتظهر ظاهره زي ظاهره الارهاب مثلا، العمليه اللي حصلت اخيرا دي، هذه عمليه لها علاقه مش بمصر، يعني مش بتطور الحركه الاسلاميه داخل مصر بقدر ما هو تطور
الحاله السلفيه الجهاديه خارج مصر. طب يا دكتور اسالك وكذا قبل ما ارجع لسياده اللواء، يعني نذكر ما صرح به محمد البلتاجي مثلا بعد عزل مرسي وقال انه يعني اذا توقفت ما اعرفش هتتوقف مثلا العمليات في سيناء. هل معنى يعني ده معناها ان في ارتباط عضوي شديد ما بين مثلا بيت المقدس وبين الاخوان؟ هو مش عضوي، هو ارتباط السياق. انت واخد يعني ارتباط مصالح. ارتباط السياق. يعني انا دلوقتي مثلا جماعه انصار البيت المقدس بتشتغل وشايفه المسرح، ومثلا المظاهرات الاخوان بتشتغل وشايفه المسرح، وجماعه اجناد مصر بتشتغل وشايفه المسرح. كل واحد احيانا الرؤى الثلاثه دي بتلتقي مع بعض، اللي بيفكر فيه بتاع المظاهرات بيفكر فيه كذا، فبتحصل شكل. يعني مثلا يوم الجمعه اللي هي العمليه اللي اتعملت يوم الجمعه اللي فات دي، اكيد كان في جزء انا بسميها الدراماتيزيشن، يعني ان يبقى في مسرح يعطي رساله يعطي كذا. انت واخد بالك؟ هو بيعملها يوم الجمعه ده بيبقى في مظاهرات الاخوان. انت واخد بالك؟ راس السنه الهجريه. فانا اقصد ان اقول ان انا ببقى بدرس العناصر المختلفه المكونه علشان اثر في الموضوع، فممكن اخد العناصر الثانيه فيما يبدو انه ارتباط عضوي، ولكنه ليس ارتباط عضوي، انما هو سياق. يعني انا عايز اقول سياق مترابط او قريب من بعض يعني. سياق مترابط. طيب سياده اللواء، في وجهتين نظر انه يعني ما سنه حكم الاخوان بقدر ما حملت من شر وبؤس يعني، لكن حملت خير، انه يعني خلتنا دلوقتي كدوله قدام حقيقه تؤكد ان هذه الجماعه ما كان يجب ان يعني تستمر، تمام، سواء في الحقبه الناصريه او من بعد الناصريه، وانه يعني انهائها بشكل تاريخي اصبح مساله يعني استراتيجيه جدا جدا جدا، انه لا يجب ان تعود جماعه الاخوان للوجود مره اخرى. تمام. وجهه النظر الثانيه الناس اللي بتعول انه قد يكون هناك مستقبل للتيار الاسلامي، يعني بغض النظر عن الاخوان او غير الاخوان. انا هقول لحضرتك حاجه. هو دايما الزمن والاحداث خلال الزمن تشير الى النجاح والفشل، او اللازم واللي غير لازم. انت النهارده انشأت من سنه 28 وكل اللي حققته فشل 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 فشل، ويوم ما مسكت فشلت اكتر وبدا كده، رغم ان هم كان عندهم احساس انهم بينجحوا. والحته اللي بتاع الدكتور كمال موضوع الترابط بينه وبين بيت المقدس، انا بقول لا، في علاقه بينه وبين بيت المقدس ضروريه. ليه؟ لان لما انت تشوف كل القرارات اللي كانوا عايزينها من مجلس الاعلى للقوات المسلحه في عهد المشير طنطاوي ربنا يديله الصحه والعافيه، كانت كلها بالضغوط من سينا. تفجيرات 17 تفجير لخط الغاز في خلال وجود المجلس الاعلى للقوات المسلحه في الفتره اللي كان ماسك فيها الحكم. لما مسك مرسي ولا تفجير تم في المنطقه، وقفت، لان هو كاستخدمها كضاغط ان احنا نمكن. عشان كده لما هم على منصه رابعه، ودي الخطا عندنا ان احنا ما تابعناش الموضوع ده كويس، لان على الخطا على رابعه هو قال خطته كامله على رابعه، ده قال هنفجر، ده قال هنعمل، فبقت اتوزعت الادوار على العمل. ولو كنت انا مسكت الموضوع ده من بدايته كان يبقى فيه راحه دلوقتي، ما كانش يبقى فيه الموضوع ده توسع بالمنظر ده. لان اصلا مفيش كلام بيتقال، يعني مفيش دخان من غير نار، ومفيش زعيم منهم، لان كل واحد فيهم كان فاكر انه زعيم ما حصلش، هيبقى لازم ليه اجراء. بدليل خطوره الموضوع انه هرب. لو هو مش عارف ان الموضوع ده خطر ما كانش هرب ليه؟ هرب، كله هرب، اللي هو كل الزعماء دول هربوا لانه عارف انه كان هيتجاب باللي وراه بعد كده. المهم وجهه النظر ان انا انهي جماعه الاخوان المسلمين، انا شايف انها هتنتهي لوحدها. ليه؟ لان الشعب نفسه قال لك ده الحمد لله ان ربنا بلانا بهم سنه عشان نعرفهم. فاذا البيئه اللي هو كان هيبقى نفسه يقدر يعيش فيها ما عادش فيها نمو. طب السؤال بشكل تاني، كيف نهزم الفكره؟ يعني ربما امنيا اوكي، احنا عندنا قوات جيش كبيره جدا، عندنا شرطه والى اخره، وقد نهزمهم على الارض ونقضي عليهم، لكن انا اللي بيعنيني السؤال هو كيف نهزم الفكره بشكل نهائي؟ لا يفل الحديد الا الحديد، ولا يفل الفكر الا الفكر. يبقى لازم انا هبدا اعيد تنشيط الفكر والثقافه الاسلاميه مره ثانيه على الاسس المتوسطيه بتاعه الازهر. العادات والتقاليد بتاعتنا نحيها مره ثانيه ونبعد عن التطرف والكلام ده. الشباب نلمه بقى،
وتشتغل مؤسسات يعني زي التعليم زي الثقافه. يعني النهارده في واحد النهارده من المفكرين كان بيقول لك ايه، اصبحت منظمه الشباب بتاعه الستينات ضروريه الان. انا بقول له لا، انا عايز اقول له لا، احنا مش بنغير بحاجه لا، احنا لازم نغير الفكره العامه للناس، وتبدا بقى ناخد الشباب. أيوة. الشباب لو اشتغل ولقى الاعمال اللي هتديره هينسى الفراغ اللي هو عايش فيه والاحداث اللي هو بيشغل نفسه بيها. عندك انت النهارده برضو انك تعيد تاني مراكز الشباب على اصلها. المراكز الثقافيه اللي كانت موجوده زمان، تعرف كل محافظه كان فيها ثقافه كبير، كان فيه العروض وكان فيه اللقاءات وكان فيه الندوات وكل حاجه. مش بنقول مسرح وسينما، لا، ده بقول فيه ندوات كانت بتتعمل في قصور الثقافه والكلام ده، والواحد ياما حضر فيها. فبالتالي كان والمكتبات اللي كانت بتعمل فيها الندوات، كل الكلام ده لازم يرجع. تقوم انت تلم الشباب وتلم النشء اللي طالع جديد يخش معاك على حاجه نظيفه. طيب الدكتور كمال، هنري كيسنجر عام 2010 كتب تحديدا، قال انه احنا بدأنا حرب 100 عام القادمة في الشرق الأوسط، وهذه الحرب ستكون بين مذهبين رئيسيين هما السنة والشيعة. وتحديدا بيقول يعني سئل عن جديد المنطقة، قال إنها حرب 100 عام المقبلة، وعندما قيل له بين من ومن أجاب بين المذهبين الإسلاميين المعروفين السنة أو الشيعة. كويس. هو بنى بعد ده على حاجات كتير، لكن أنا بس حضرتك كمتخصص في يعني الحركات الإسلامية والى آخره، هل ترى يعني في الأفق بالفعل إنه ممكن هذه المنطقة تزال الحروب المذهبية اللي موجودة دلوقتي يعني بين المذاهب المختلفة اللي بترفع شعارات يعني مذهبية تستمر لسنوات طويلة كما يقول كيسنجر؟ هو طبعا نحن أمام حرب طائفية. يعني افتتاح، يعني مثلا داعش دي اللي هي الدولة الإسلامية دي في العراق والشام، في العراق والشام، هي لها حاضنة سنية في العراق، والسنة في العراق ضدها، أو يعني بياخدوها كعامل توازن في الصراع السياسي مع الشيعة. لأن مع سقوط صدام اللي هو كان حكمه يعني قومي عربي يستبطن المعنى السني، لما انهار أضيروا طبعا فتح الباب اللي كان شغال مع الأمريكان كله اللي هو مسألة الشيعة، فجات الشيعة وأقنعوهم إن هم يدخلوا ويلاقوا الدنيا مية مية. فطبعا في ميليشيات شيعية أيضا موجودة، في ميليشيات شيعية. لذلك احنا بنتكلم على ظاهرة التطرف في المنطقة. الناس بتقول لك ما تركزوش على داعش لوحدها، شوفوا المسألة كلها على بعضها. يعني في تنظيمات شيعية متطرفة. أهل في السنة في العراق خايفين إن لو ما فيش داعش دي ممكن يبقى في الحالة دي هيدخلوا يهجموا علينا، يلتهموهم الشيعة مثلا. لأن الدولة في ظل رئيس الوزراء السابق نور المالكي عملوا فظائع ضخمة، ودولة جيشها انهار وما فيش حاجة. مثلا النهارده في الحوثيين في اليمن، ودي دولة احنا فرحنا انها اتحدت وكذا. انا ما ببص على المشهد بقول الحوثيين دول جماعه مسمين انصار الله وزيديه شيعه يعني، انت واخد بالك، وبيتجهوا الان ايران كده تريد ان يكون لها موقع على البحر الاحمر، وبتدعمهم دعم علني. ده اكيد. طيب هنا يبدو للقاعده معنى في العراق في اليمن. ليه؟ لانها النهارده واقفه حائط صد في رضاع والبيض في منطقه رجاع والبيضه وكذا علشان تمنع الناس دي، وواقفه مع القبائل عشان منعهم. فاحنا هنا انا بفكر في قصة اعادة الاعتبار للدولة الوطنية. يعني ما هو الكلام ده كله بيحصل ليه؟ يعني هو حصل في اليمن لان مفيش دولة انهارت، مفيش ومفيش جيش، واخد بالك ازاي؟ وفي العراق نفس القصة برضه، زي ما ست لك متفضل ان دي دولة حديثة مبنية سنة في 21 وكانت مفككة، الموصل والعراق وبغداد والبصرة وهكذا. وكانت المناطق دي ما فيهاش دولة بالمفهوم الحديث. لا ما فيش دولة، لا. مصر فيها دولة. فأنا عايز أقول إيه؟ إعادة الاعتبار للدولة الوطنية، بس بحيث إنها تكون دولة إيه بقى؟ يعني دولة تحترم كرامة الإنسان، ودولة تعبر عن مجتمعها. أنت في هنا لما بتحصل الدولة هتخلصنا من فكرة العودة إلى ما قبل الدولة. يعني إحنا الآن في العالم العربي، في شرق العالم، لم نعود إلى ما قبل الدولة للطوائف. إن كل فئة الآن بترى أن حاضنتها هي قبيلتها، القبيل. وعلى فكرة التحديث وما جرى في العراق وكذا والعلمانية وكل الكلام اللي عمله صدام
ما وصلش لجوهر البداوة او القبيلة في العراق. لذلك اللي بيحصل النهارده اللي هو صراع، يعني انت عارف، انت بتوع الجيوبوليتيكا بيتكلموا على صراع البر والبحر، ماكندر وغيره. احنا هنا بنتكلم على صراع البداوة والتحضر. انت يعني النهارده داعش لما انت بتشوفها مثلا، انا بقول داعش دي خارجه، يعني بالمنظر اللي احنا بنشوفه ده، خارجه من وراء التاريخ. انت وبتحمل مشروع العصور الوسطى على الاقل، يعني ما قبل اجتماعي، يعني ما قبل اجتماعي مفهوم مالك بن نبي، يعني ايه؟ يعني ضد المجتمع وضد التحضر وضد الانسان حتى كمان. وبعدين بيحاول ان هو يستعيد حاله سلفيه قديمه غير موجود قوامها. يعني انا لما جيت اتكلم على مساله الخلافه، هو متصور ان الخلافه ان انا اعلن اسم الخلافه واروح ابايع واحد عنوان، خلاص بقينا احنا كده، احنا اللي المفروض الناس كلها تبايعنا. لا، المساله مش كده، المساله عايزه واقع وعايزه وظيفه. يعني فكره الوظيفه هنا مهم. فطبعا هي طبعا ممكن كيسنجر يقول اللي هو عايزه، لكن فعلا نحن على ابواب حرب طائفيه. هذه الحرب الطائفيه قد تطول، مش يعني مش هتبقى 100 عام، لكن ازاي بقى اواجهها؟ يعني المفروض فكره التقريب، ما بنقولش التقريب في العقائد، نقول التقريب بين المذاهب، محاوله بناء. يعني مثلا لو في الدوله العراقيه على سبيل المثال، الدوله العراقيه فيها ايه؟ شيعه وفيها سنه وفيها يزيديين وفيها كذا، وبقت الدوله دوله لكل مجتمعها، ودوله بتحقق الايه؟ الحقوق لكل المجتمع، هكذا. هذه الدوله في الحاله دي هيجد كل مواطن نفسه فيها يتجاوز ايه؟ الطائفيه وسوريا نفس الكلام. هو برضه المخطط اللي موجود في سوريا، ويمكن اللي امريكا على فكره عملت الكلام ده كله ليه؟ لان السؤال الامريكي هو طيب احنا حتى لو دعمنا السنه او السنه لها مطالب في مواجهه النظام السوري، هنعطي لهم سوريا كلها؟ هقول لك مثلا نعطوهم حلب بس، نعطوهم كده. وظلوا هم حتى لغايه ما بداوا يضربوا داعش في من شهرين مثلا، ظل اوباما يقول ان داعش دول لاعبي سكواش صغار. يعني لما كان مثلا المخططين الاستراتيجيين او بتوع الامن القومي يعني كان عندهم تقدير مختلف، يقول لك دول لاعبي عيال صغيره، ودول لا يمثلون تهديدا للامن القومي الامريكي، وبالتالي تركهم 2 ولا 3 لغايه ما خدوا يعني اللي انت شايفه ده كله ملجأ امن او محضن امن، استطاعوا فيهم ان يبني تنظيماتهم بالشكل الوحش اللي احنا شايفينه. فانا اقصد ان اقول يعني عشان تبقى فكرتي، يعني نحن على ابواب تفكك للدوله الوطنيه الحديثه. إذا تفككت الدولة الوطنية الحديثة معناها أننا سننفتح على حروب طائفية وحروب أهلية وحروب مناطقية وحروب جهوية لن تبقي ولن تظهر. وبالتالي أنا عايز أعيد اعتبار لهذه الدولة بحيث أنها دولة تبقى إيه؟ دولة لكل مواطنين، لكل المواطنين. عامل المواطنة فيها هو الأساس. سيادة اللواء، هناخد من كلام الدكتور كمال لما نتكلم على يعني هامش المناورة السياسية لدى القيادة المصرية الآن. يعني أكيد إحنا ما بنشوف الرئيس السيسي بيتكلم وبيقول إنه اللي بيحصل ده بيحصل بمساعدة يعني أيادي خارجية أو إلى آخره أو بدعم من الخارج، فالرجل ربما قاري الخريطة كويس إقليميا ودوليا، شايف إيه الموضوع. لكن بحكم تخصص حضرتك يعني في الدراسات الاستراتيجية بالذات، إيه اللي مصر بتملكه من أوراق الآن الإدارة المصرية أو الدبلوماسية المصرية للمناورة والوقوف قدام يعني هذا التخطيط الدولي اللي اوقات يبان انه مرعب او مخيف؟ هكملها حضرتك، بس في تكمله كده بالنسبه لداعش. اتفضل. داعش دي صناعه امريكيه محدش يقدر يتكلم فيها. كل دول اصلا تنظيم من القاعده وبيلبسوا كذا يلبسوا كذا، اسمه كذا يبقى اسمه كذا. داعش دخلت العراق او استمرت في العراق علشان امريكا فشلت في تقسيم العراق ل3. هي داخله اصلا من البدايه خالص الى سنه وشيعه واكراد. النهارده الشيعه وقفوا مع رجليهم، الاكراد وقفت على رجليهم، السنه اللي مش واقفين على رجليهم. ليه؟ لان هو اصلا في الحرب كان ضد مين؟ كان ضد السنه. فالسنه فاقد العلاقه بينه وبين المقسم اللي هو امريكا. فبالتالي جاب له داعش عشان لان شاف بقى الشيعه بدات تطغى والاكراد بداوا يطغوا. حتى الاكراد خدوا كركوك وهي ما كانتش لسه في التقسيم، برلمان العراقي كان قال خارج التقسيم، هي والموصل وبغداد، دول اللي نتفق عليهم بعدين، اذا هم متفقين على التقسيم. فبالتالي لما ده طغى وده طغى فالسنه هتضيع.
فجاب داعش عشان توقف مين؟ توقف السنه. انا شخصيا كان لي علاقه بضباط عراقيين في اليمن. ضباط عراقيين في اليمن سنه 2007. ومين اللي جابهم؟ جابهم الامريكان، وبيدوهم مرتبات وعايشين في الجيش اليمني في المدينه العسكريه اللي كنت موجود فيها. فعملوا ايه؟ ما بيشتغلوا مستشارين في اليمن. ليه بقى؟ لانه جابوا ملجأ من الشيعة اللي بيقتلوا هناك، فجاب كل الضباط اللي كان يقدر هيستخدمه بعد كده. فاحدهم قال لي احنا لنا تمويل ولنا كل حاجه وراجعين عشان بلدنا، بس في الوقت المناسب. فاذا كان في مخطط ان هياخد الناس دي وهيرجعها تاني، وبالتالي حتى كده اتذكرت مره وما اتذكرتش تاني. قال لك الدواعش دول كان مع بعض الضباط العراقيين اللي كانوا بيقودوهم في العمليات بتاعه اقتحام المدن. لان ده اقتحام المدن ده عايز ضباط جيش فاهمه الشغل شكله ايه، مش بتاعه فتوانه وكلام زي كده. وبعدين قفلوا الموضوع الثاني، وهم هنا رايح عشان يعمل عامل مساعد للقبائل، لما القبائل السنيه تقدر تتحد مع بعض ويبقى لها القوه اللي تقدر تجابي بها مين؟ الشيعة والاكراد. دي الفكره بتاعتها. وانا بقول لك الفكره ديت هتطبق، لان الدوله اللي بتخوض الموضوع قال لما هحارب الارهاب هحاربه في كام سنه؟ قال 3. ده شويه تنظيم 35,000 ولا بتاع، ولا حتى 20,000 ولا 40,000 زي ما بيتقال في بعض الناس اللي شطحت في الكلام. ما يقدرش يقضي عليه في 3-4 شهور، ويقضي على دوله كامله في شهرين، في شهر. طبعا ده كلام مش منطقي. احنا بالنسبه بقى للموقف السياسي عندنا، نمرة 1 الخطوات اللي بتتاخد من القيادة السياسية دلوقتي في العمل بادئة يبقى لها ايه شكل. بدليل ان انت بقول لك زيارة الامم المتحدة جابت مردود حسن، بان الناس اعترفت بان دي ثورة يعني 30 يونيو. يعني دي برضه لا يعني لا ما هي دي ما دي لها مكانة. 2 الموضوع قناة السويس خلى لما في الزيارة في الامم المتحدة رئيس منتدى دوفوس يطلب المقابله مع السيسي، في حين ان معروف لحضرتك ان كل الناس اللي بتود مين؟ رئيس منتدى دوفوس، عشان يبقى لهم حظ من الكلام، وبالتالي يبقى الشكل العام في القريب موجود. وكان بيقابله عشان يعرف الراجل ده اللي هيعمل حركه تجاره عالميه في خلال سنه، ده هيعمل تغير في شكل الاقتصاد وحركته في خلال سنه او سنه ونص. طب فكركم ايه في الموضوع عشان يبقى هو يقدر يبني؟ الناس دي بتبني مش بتاعت قرار وقتي. فاذا هنا هيفضل مهدنك وتمشي. هنا الدولة الكبرى بقى اللي بتقود الموضوع ده في المنطقة عايزة تقول للقيادة السياسية عندنا انا ممكن اذيك، اقطع معاك حتة. فعمل له العملية المتنوعة الجديدة دي، اللي احنا اصلا كنا بنتعامل مع الناس على مستوى تدريب معين، هو جاب لك ناس تانية خالص بقى. بيقول له انا اقدر اعمل معاك يعني الموضوع ده لعب سياسة بين مين؟ بين الرئاسة عندنا وبين الرئاسة فين؟ في الدولة الكبرى. فهو رد قال له انا على سكتي ماشي، لان انا هدخل معاك في الارهاب اللي انت عايز تضغط عليه فيه، اشتغل معاك فيه، تشتغل معاك فيه، وانت تاخد عناصر الارهاب عندي ضمن الجدول. ليه؟ لان لازم تدخلني في الجدول معاه، اذا كنت ادخل معاك ادخل معاك في الجدول. وده الضغوط اللي من هنا اللي هو عايز يدخلنا معاه فيها. وانا بعتبر العمليه اللي تمت دي مقصود بها ده. طب بس انت لو اسالك عن حاجه لافته، ان ده في الاحداث اللي يمكن من اول يعني 2011 لغايه دلوقتي اسرائيل غايبه عن المشهد. لا مش غايبه، لا غايبه بالنسبه لنا احنا يعني عن المشهد. يعني اعلاميا مثلا تجد التركيز كله عن مؤامرات خارجيه لكن ما حدش كتير يتوقف امام لما اسرائيل مثلا صامته او لا يصدر عنها كثير في خطابها السياسي ما يشير الى مثلا يعني دورها اللي جاي ودورها اللي شغال دلوقتي كمان. يعني بنسال ايه؟ الحرب بالوكاله. هو هيتكلم وهو الناس الوكلاء بتوع شغالين. طب انا اتكلم ليه؟ اليهود لا يعمل عمل حد يعمله غيره. ابدا ما يعملش عمل وحد يعمله غيره. الناس تعمل خلاص، لما الناس تقف ابقى ده اشتغل. عشان هو يعني اللي بيقولوا عليه بخيل حتى في الاستخدام يعني. طيب دكتور كمال، فيما يتعلق ب يعني النهارده كاتب دكتور عمار علي حسن والدكتور خالد منتصر والدكتور عبد المنعم في الوطن، كله مركز على انه الى جانب المواجهه الامنيه المهمه الاصعب او الاهم هي هزيمه الفكره. والفكره يقصد بها ليس فقط فكر الاخوان المسلمين، لكن الفكر المتطرف او المتشدد او التدين المغلوط. حضرتك يعني كباحث
يعني ايه اليات انه فكر الناس يتغير، ان يكون هناك تدين يعني على الاقل يلبي متطلبات هذا العصر الذي نعيشه، يعني ما نكونش منفصلين عن الزمن. هو شوف اقول لحضرتك، طبعا احنا كنا بنتكلم عن قصه الحجم الامثل واحنا بره قبل ما ندخل، برضه نفس القصه، الحجم الامثل في الدين. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انا كانسان النهارده عايش محتاج الدين، بس محتاج الدين مش في يعني بشكل شمولي. يعني في مثلا لو جاي من البيت مثلا كيف ارتب ان اجيء الى هنا، هذه مساله دنيويه. يعني بمعنى ان انا اتصلت واحنا قاعدين دلوقتي بنتكلم وبندير البرنامج وقاعدين، هذه مساله دنيويه. الدين انا بسميه اللي هو الوجود اللطيف. انت واخد بالك في حياه الناس. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان كانت مصر شهدت تدين ازيد مما يجب في حياه الناس. يعني بمعنى ان الناس فاهمه ان هي اول ما هتصبح الصبح من النوم تبدا تجيب على اسئله دينيه متعلقه بالحلال والحرام. انت واخد بال حضرتك ازاي؟ وعزز هذه المساله الخطاب السلفي اللي كان موجود في هذا الوقت، فعطى الاشياء اللي ليس لها صله بالحلال والحرام. يعني انا حتى لما اجي اقرا الفكر الاسلامي كله كان خطاب حول المباح مش الحلال والحرام. ازاي كيف يوسع مساحه المباح للناس. يعني مثلا الموافقات للشطب مثلا على سبيل المثال، كتاب الموافقات للشطب ده كتاب مهم جدا. انت واخد بال حضرتك ازاي؟ ومن جاء بعده يعني الغزالي قبله والجويني وكل بتوع الاصول لغايه الذين كتبوا عن مقاصد الشريعه في المغرب على فكره، محمد الطاهر بن عاشور، والكتاب ده مهم جدا، كتاب مقاصد الشريعه، كتاب رائع. بيحط الفطره ويحط الحريه وبيحط كذا. كانت القصه كلها ايه؟ جدل مع الواقع. يعني كيف اعطي مساحه اوسع للناس يمارسوا بها حياتهم في سياق وجود لطيف للدين. انت واخد بال حضرتك؟ طيب. دي قصه احنا وقتنا انتهى. يعني بس عايز اقول بس في ثانيه واحده، 10 ثواني مش ثانيه، او 10 ثواني. احنا لازم نشوف حل العلاقه بين الدين والدوله، وحل لعلاقه كيف ندمج اللي هم الاسلاميين اللي عايزين يمارسوا العمليه السياسيه في داخل النظام وليس خارجه، وفق قواعد محدده بعيد عن التنظيمات دون رفع الشعارات. 30 ثانيه يا سياده اللواء، حضرتك نختم بها هذا اللقاء. يعني فيما يتعلق على الاقل، هل هذا هو الوقت المناسب بالفعل؟ يعني مش بنقول فصل الدين عن الدوله، لكن علاقه الدين بالدوله وبالمجتمع تكون يعني علاقه لطيفه، يعني ما يكونش. هو انا شايف ان القوانين بتاعتنا اللي اخدع حدود الدين جواها هي اللي جايبه العلاقه موجوده. النشاط السياسي مطروح للناس كلها، انا بس حزب ديني او انا حزب، انا شريعه اسلاميه مش عارف ايه، لا مالناش حزب اسلامي، حزب سياسي، الحزب السياسي اسلمت المجتمع، اسلمت السياسه، ده مرفوض. نشكركم شكرا جزيلا الاكاديمي والباحث دكتور كمال حبيب، المتخصص في شؤون الجماعات الاسلاميه، سياده اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كليه الدفاع الوطني، المستشار باكاديميه ناصر العسكريه. شكرا لكم وشكرا للساده المشاهدين. تصبحوا على خير.